إننا قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح. أقسم بالله العلي العظيم ما معانا كعريف بنشتغل بال100 جنيه 9 سنين وساكتين وراضيين. قسما بالله العظيم ان انا بحلف يمين واتحاسب عليه قدام ربنا ان انا من عيد ما دخل بيت اللحمه ولا شفت الطماطم الغاليه. النهارده عيني رقص عند محطه المترو كاني شفت تفاح امريكاني. لو مسؤول عايز خدامه انا هاجي والله العظيم. خدامه شاطره ونضيفه جدا بس شغلوني. لم يجد هؤلاء الا العوده الى الاعتصام عل يتحرك قلب مسؤول فيعمل من موقع مسؤوليته على إيجاد وتنفيذ حل لهؤلاء. التغيير قادم. العملية مسألة توقيت. الشعب استيقظ وتيقن أنه لا طريق أمام مصر ما لم تكون مصر حرة ويكون هناك نظام قائم على العدالة الاجتماعية. مقبلون على انتخابات تشريعية العام الحالي ورئاسية العام المقبل. إن في دستور يمنع 99% من الشعب المصري إنه يرشح نفسه. ستكون الانتخابات المقبلة بشقيها حرة ونزيهة. سيكون الشعب هو الحكم وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع. كانت نتيجتها هذه اللقطات النادرة لعملية تزوير كامل ومباشر بالصندوق. وأقول من يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين. هدفي هو إن ما يكونش فيه منقذ لمصر، إن ما يكونش فيه مخلص لمصر. هدفي إن مصر هي اللي تنقذ نفسها، وأن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا. مش هينصلح حالكم الاقتصادي والاجتماعي إلا ما ينصلح حالكم السياسي. عليهم أن يجيبوا على تساؤلات البسطاء من الناس. الناس لازم تفهم إن لما بتكلم على الدستور بتكلم على رغيف العيش. الوصل بين الحياة السياسية والنظام السياسي والأكل والشرب والسكن كله مصري فقير وإنما ذكي. المصري عنده إحساس بالمصداقية، ومين اللي له مصداقية؟ المصري حتى لو ما فهمش تعقيدات الدستور عارف إن حياته ليست كما يجب. ماذا لديهم ليقدمون له؟ إن أفهم الشعب المصري وخاصة الطبقات غير المتعلمة إن لقمة العيش بتاعته، أنبوبة البوتاجاز، الحد الأدنى للأجور. مفيش واحد ما عندوش تأمين اجتماعي، تأمين صحي، تعليم مجاني. اشتراكات ديمقراطية هي أنسب اللي أنا شفته. ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟ لو توحدنا واشتغلنا كفريق وأمنا بنفسنا وكان عندنا ثقة في الله وفي قدرتنا على أن نغير أنفسنا. نحن غير مختلفين عن أي شعب تاني غير، وبالعكس عندنا قدرات بأراها، ذكاء وقدرة خلاقة على أن كذلك مش بس نغير، إننا نسبق كثير من الدول. ما هي برامجهم لرفع مستوى معيشة محدود الدخل منا؟ أولا أنا لست مرشحا، إنما أنا داعية للتغيير. وأما يكون وإذا حصل إن أنا أكون مرشح زي مثل غيري سيكون هناك برنامج. وإنما سأضحك على الشعب إذا قلت له إن أنا هذا برنامجي في التعليم، هذا برنامجي في الصحة. لأن في نظام ديمقراطي عشان أعمل برنامج للتعليم لازم أجيب أفضل الخبراء في التعليم، في نظام أفضل الخبراء في الصحة، وأفضل الخبراء في الصناعة والزراعة وغيره. كل مصري وكل إنسان يعيش في مجتمع ديمقراطي يجب أن تكون له الحق في الحياة الحرة الكريمة، حرية من حرية الرأي، حرية العقيدة، الحرية من الخوف، والحرية من الفقر، وهو كما ذكرت كثيرا الفقر هو أقوى أسلحة الدمار الشامل. كيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب على بلدنا وشعبنا؟ لا يوجد شعب في العالم يمكن أن يعيش 30 سنة في دولة تحكم بقانون الطوارئ. كل إنسان مصري شيوعي مسلم اخوان مسلمين قبطي يجب ان يكون له حق في ان يشارك في الحياه السياسيه وان تكون له نفس الحقوق ونفس الواجبات في اطار الخط الاحمر الذي يضع والقيم الاساسيه التي نتفق عليها جميعا في ظل دستور يتم تقنينه عن طريق لجنه منتخبه من كافه فئات الشعب. وما هي مواقفهم من قضايا سياستنا الخارجيه في منطقتنا والعالم من حولنا؟ أنا لما خدت جائزة نوبل دي مش نشان، دي مسؤولية.
انا بعمل في الامن الدولي، بعمل في عمليه الفقر وعمليه وجود معايير متكافئه ينطبق على الشعوب الفقيره والشعوب المتقدمه. انا في مجالس كثيره وكثيره ولا بد ان استمر فيها، لان لا بد ان العالم يرى المصري بيشارك في العالم، القريه الصغيره اللي بنطلقها عليه. انما هذا هو قدري، ان هكون في الداخل وفي الخارج، كله بيصب في مصلحه مصر. مصر لما بنتكلم عن اصلاح بنتكلم اصلاح داخلي واصلاح خارجي. يمكن زرت 150 دوله، وكل مره بدون استثناء تقريبا اقول ليه يا ربي احنا الدول دي سبقتنا. كوريا، انا كنت في كوريا قريب من شهرين. كوريا ابتدت سنه 60 كان متوسط الدخل فيها $80 زي مصر. النهارده الدخل في كوريا $22,000. $22,000. يعني أود أن أذكر لك مثل بسيط عن معنى الديمقراطية. عندما ذهبت للغزاء مع ملك السويد، قابلني شخص وعلى قصر من سنة 1700، قصر بديع في ستوكهولم. قابلني شخص على باب القصر ولم أرى غيره عندما إلى أن رأيت الملك. لا حراسة، لا تشريف. عندما تذهب إلى الدول غير الديمقراطية تمر على الأقل 20 حارس و20 تشريفة. الديمقراطية في نهاية المطاف هي البساطة، هي المساواة، هي الإنسانية، هي العدالة، هي الحياة. زوجتي قريبا كانت، وهي صديقة لزوجة رئيس جمهورية النمسا، كانوا يتناولوا الغذاء معا. عندما انتهوا من الغذاء زوجتي ذكرت لها أنها ستركب المترو، وسألتها وتصورت أن مرات رئيس جمهورية النمسا لديها عربية واثنين وثلاثة متر. قالت لها دعني أمشي معك، فأنا أيضا سأركب المترو في طريقي إلى المنزل. هذا هو الفرق بين النظام الديمقراطي وبين النظام السلطوي. إنني من موقعي كرئيس للجمهورية لابد أن نغير مفهوم العقلية المصرية من أن النظام يقوم على شخص إلى نظام يقوم على مؤسسات. نمضي في طريقنا برؤية واضحة، نعلم هدفنا ووجهتنا. في رأيي أن بدون الديمقراطية الطريق مسدود أمامنا لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي. وأنني أجد نفسي اليوم وأكثر من أي وقت مضى أقوى عزما وأشد تصميما على ألا ترتد حركة مجتمعنا إلى الوراء. عندما يقال أن العمال المعتصمين يجب أن يفض الاعتصام بالقوة لأنهم يعطلوا المرور، وعندما يكون المرور أهم من حق العامل في الحياة الحرة الكريمة وأن يحصل على حد أدنى من الأجر، شعرت بالأسى، شعرت بنتيجة 30 سنة من نظام قانون طوارئ. لا بديل لنا عن المضي إلى الأمام. الفوضى هي أن تحرم الشعب من حقوقه. الاستقرار هو أن تكون هناك حكومة ونظام يؤيد الشعب ومستمد من الشعب ومنتخب انتخاب حر من الشعب. واثقين في أنفسنا، موقنين برؤيتنا وسياستنا. لماذا كل مصري عندما يذهب إلى الخارج ينجح؟ والمصري الذي موجود في مصر يركب مركب ويموت عشان يغادر مصر ليشتغل عمل بسيط في الخارج، وعندما حتى لو نجا بيعود مرة أخرى إلى أن يحاول العبور مرة أخرى لأوروبا. يعني معنى هذا أنه الحياة بالنسبة له لا تعني شيء، معنى هذا أنه فقد الانتماء. وأنا أعذره عندما لا يستطيع أن يتزوج، عندما لا يستطيع أن يجد عمل، عندما لا يستطيع أن يأكل. الحياة ليست لها معنى بالنسبة له. هو يخاطر بحياته ومستعد أن يضحي بحياته لأن حياته لا تعني شيء بالنسبة له. لا نهتز ولا نتردد أو نتزعزع، ونمضي في طريقنا نحو انطلاقة جديدة وغد جديد. النهاردة نحن في العالم العربي في وضع أسوأ ما نكون، عندما
أرى كل واحد عربي ويقول لي أنك تقوم يعني بعمل تجعلنا نفخر بأنفسنا، وهذا ليس المصريين. عندما يقول كل مصري كيف يمكنني أن أساعد، أسمع هذه الكلمة في كل مكان أذهب إليه وفي كل طيارة أركب، كيف يمكنني أن أساعد؟ ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟ 80 مليون لو وقفنا سوا كالبنيان المرصوص، ولا نظام ولا شخص ولا أي قوة مهما كانت ستستطيع أن تقف أمام إرادة الشعب المصري. إن يلاقيها زي ال 115 دولة ديمقراطية اللي عايشة بيحلم بمصر زي الدول اللي أنا عشت فيها، إن البني آدم بيحترم مش لماله ولا لوظيفته ولا لجاهه، بيحترم لأنه إنسان، بيحترم لأنه إنسان وبيعامل كإنسان، وبنوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، المسكن، الملبس، الرعاية الصحية، التأمين الاجتماعي. لا هيكون في فقير وغني، إنما كل إنسان لازم يكون حد أدنى من الحياة الحرة الكريمة. وأهم شيء إنه يحترم كإنسان، حرياته في العقيدة، في الرأي، في التجمع، في الإضراب، في كل الحريات اللي اتفق عليها العالم. مصر بهذا الشكل، وكما كانت إلى حد كبير في الماضي، مصر بهذا الشكل مش هتعرف المصري لو شفته بعد كده، ولا هتعرف مصر شكلها ايه. وهنحقق هذا مش في وقت طويل، بس نحط رجلينا على الطريق السليم. وكل عام وانتم بخير. والله العظيم عايزين ولا عايزين نسمع اسم. والله دي عصابه وماسكه البلد، عصابه وماسكه البلد. والله العظيم يا ريت الشعب كله يكون مفتح وفاهم، يا ريت يكون الشعب مفتح وفاهم، يا ريت يكون الشعب كله مفتح وفاهم. الحزب الوطني مش عايزينه من اصله. 30 سنه ما بيعملش حاجه، خرب البلد، باع الاراضي، دخل استثمار يهودي، دخل حراميه في البلد. والريس ولا ليه لازمه خالص، الريس قاعد على كرسي الموت. خلاص يا لملم عيالك وجمع في مالك واسحب جمالك وسيبنا وغور.